المكونات سريعا. انت بتغيري كل المكونات اللي بتخش في لقمه العيش. بدل ما بتحطي دي ابيض تحطي دي هول ويت اللي هو دي القمح الحبه الكامله. بدل ما بتحطي سكر ابيض، ولو بصيتي في المكونات بتاعت معظم المخبوزات اللي موجوده في السوق هتلاقي فيها سكر، وناس كتير يمكن ما تاخدش بالها من كده. بدل ما تشيلي ما تحطي سكر ابيض تحطي عسل اسود وعسل ابيض. بدل ما تحطي لبن بودره تحطي لبن حليب، وتضيفي زبده طبيعيه، والزبده الطبيعيه دي البديل ليها بيبقى زيوت اللي هي المصنعه. طب فانا كل اللي عملته ان انا رجعت للاصل، رجعت للحاجه اللي ربنا خلقها. ربنا خلق القمحايه على بعضها، خدتها على بعضها. ربنا خلق اللبن حليب، ما خلقوش بودره، خدته حليب. ربنا خلق الزبده طبيعيه مش مهدرجه ومش مارجرين ومش الحاجات اللي بتستخدم في السوق، اخدت الزبده الطبيعيه. ربنا خلق العسل اللي بيجي من قصب السكر، ما خلقوش سكر ابيض وبودره، خدت العسل اللي هو سواء اللي بيجي من النحل او اللي بيجي من العسل الاسود من قصب السكر. فكل خطوه كنت برجع للاصل